ازيك؟ الغرض من الفيديو طبعا هو تطوير التصور الذهني بتاعنا لما نيجي نلعب شطرنج ونقوي قدرتنا على التخيل. انا عارف ان دماغك مرهقه، مفيكش حل تفكر حتى ولا تخطط ولا تقعد تتخيل، وانا كمان نفس الفكره. بس هنعمل ايه؟ يعني هي اللعبه بتطلب مننا كده والحياه كمان. احنا هنحاول في البوزيشن ده اننا نتقمص اللعب بالقطع السوداء وهنتخيل نقلتين. تخيل في دماغنا، هنتخيل النقلتين اللي انا هقول لك عليهم في دماغك، وبعد كده هنحاول نبحث عن احسن استمراريه او احسن نقله بعد كده. ايه التخيل اللي احنا هنعمله مع بعض؟ انا عايزك تتخيل النقلتين اللي انا هعلمهم بالسهم. اول نقله هو بيشوب في اف 2، دي اول نقله. بعد كده هنتخيل كينج في اف 2. تتخيل النقلتين دول في دماغك وتحسب بعدها افضل نقله بعد كده او افضل استمراريه هتكون عامله ازاي. هلغي الاسهم طبعا. خد وقتك، تقدر توقف الفيديو في اللحظه دي دقيقه دقيقتين ثلاثه زي ما انت عايز، وتشوف بعد بيشوب في اف 2 كينج في اف 2 ايه اللي هيحصل. وقفت الفيديو. تمام، انا هقول الحل دلوقتي. بعد ما اللاعب الاسود يلعب بيشوب في اف 2 تشيك، الملك الابيض اجباري، مش اجباري بس الابيض هياخد. في الحاله دي انا بقول له تشيك وبكسب الوزير، ومن ثم بكسب الدور. لو الابيض ما اخدش ولعب مثلا اي نقله تانية، كينج تي 2 مثلا، في الحاله دي انا كسبت قطعه. ايه النقله اللي بعد كده؟ تشيك مثلا. ده اول موقف. خلينا نشوف موقف تاني. موقف زي ده عايزك تتخيل النقلات اللي هقولك عليها في دماغك، وبعد كده هنحاول نشوف مع بعض ايه هي افضل استمراريه بعد النقلات دي. هنتخيل مع بعض نقله زي بيشوب على السي 6 اللي هي النقله دي، وبعدين نقله تانية وهي اي في اف 5. هتتخيل النقلتين دول في دماغك وهتتقمص دور القطع السوداء. تخيل اول حاجه بيشوب على السي 6، وبعدين الابيض هياخد اي في اف 4. كل ده في دماغك، وبعد كده بعد ما الاسود يلعب النقله دي والابيض ياخد، ايه هي افضل استمراريه للاسود. نفس الفكره. هتوقف الفيديو وتاخد وقتك خالص في التفكير، مفيش حد بيجري وراك، وانا هبدا اقول الحل. خلينا نشوف الحل ايه هو بالظبط. الاسود لعب بيشوب على السي 6، بيشغل الفيل على الوتر ده اللي هو وتر الاي 1، سوري، وتر الاي اي 1 اتش 8. تمام. الاسود عمل ايه؟ الاسود راح لاعب بيتا في بيتا. تمام. ايه هي افضل نقله بعد كده عندك؟ تمام، هي روك في سي 2. بقول له هات الوزير. هيتراجع بالوزير، وفي هذه الحاله كل اللي انا بعمله هقول له تشيك وكسبت قطعه. بالتالي فكره التخيل دي بتساعدك بشكل كبير جدا لما تبقى وسط دور حقيقي، تعرف ازاي تحسب بشكل كويس. تطوير الخيال الشطرنجي مفيد جدا جدا، لازم تكون اللي احنا بنعمله هنا مش كلام فاضي، ليه هدف وليه مغزى. الخيال مهم والتصور الذهني في الشطرنج مهم. هتعرف لو اتقنت خيالك، يعني لو حسنت خيالك هتعرف تحسب خطوط طويله من غير ما تقعد كل شويه تتوه. ما تبقاش قلقان مع اليأس. لما نبقى مش عارفين نحسب موقف كويس بنيأس، فبنلعب اي هبل وخلاص. يلا ها، انا فيها حيله افكر، يلا هلعب الرخ هنا وهي وبركه بقى زي ما يحصل. لا، انت من الاول الدور لاخر الدور انت عارف انت بتعمل ايه كويس جدا. فلما التصور الذهني بيتطور
تعرف تحسب لاينات طويله. هتعرف تكشف افكار فعلا موجوده. ممكن تبقى افضل نقله مش باينه قدامك، بس لما تتخيل الوضع في دماغك بعد كذا نقله ممكن تظهر خطه تكتيكيه في دماغك، دفاع كويس الى اخره. بيفرق في الوقت، يعني انت لما بتلعب شطرنج انت بتلعب على ساحه حقيقيه، فده بيساعدك انك تحسب بشكل افضل من الخصم، تحسب بسرعه، ما تتوهش وسط النقلات، ما تقعدش 10 دقايق عشان تجيب نقل، يعني ممكن يبقى اسرع من كده وتحسب كمان بدقه. يعني مش هتحتاج تقعد تراجع الحسبه بتاعتك كذا مره. يعني لو خيالك محدود مش متدرب كويس عليه وبتحاول تحسب كذا لاين، هتلاقي نفسك نسيت انت حسبت ايه هنا وهنا. لا، انت هنا بتقدر انك مش محتاج تراجع اللاين اللي بتحسبه 50 مره عشان تتاكد ان اللاين ده خلاص انت صح. زي ما لعيب الكوره بيروح يلعب جيم عشان يطور من جسمه عشان يقدر يجري، انت كلاعب شطرنج لازم تطور من خيالك. بس هي دي فكره الفيديو. انا عارف انه بسيط، لكن لو استفدت بنسبه 1% اعتقد كده ده بالنسبه لي مفيد جدا، لان انا استفدت من الكورس ده وحبيت ان انا اشاركه معاك.